السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا شايفة المنظر الجميل ده، منظر الحمام. بصراحة أنا أول مرة أشوف المنظر ده في مصر، وأنا رايحة مشوار كده فقلت ايه أوريه لكم وأصوره. منظر جميل أوي، الناس كلها واقفة تتفرج عليه. حسسني كده إن احنا في بلاد بره كده، زي الناس اللي بيجوا كده في بلاد بره وبيتفرجوا على الحمام. فكان منظر جميل أوي. قد إيه أنا كنت مبسوطة وأنا واقفة في وسط الحمام. بص، أنا كنت واقفة وسطيهم بالظبط، فكان جميل، إحساس جميل أوي أوي أوي. مش قادرة أقول لكم شكله كان قد إيه ممتاز حلو أوي. مش عارفة المنظر ده يعني هل بيبقى هناك كده على طول، ولا هو ده أول مرة كده بيجي مرة كده وخلاص؟ مش عارفة. عجبني المنظر فقلت أصوره قبل ما نروح البيت كده، ويبقى منظر جميل الناس كلها تتفرج عليه. روحت البيت بقى فقلت بقى أعمل حاجة خفيفة كده. اخترعتها بقى بصراحة. هي مش اختراع يعني، هي الناس بتعملها، بس كل واحد بقى بيحط له شوية ايه، تريكات كده زي ما بيقولوا. حمرت بصلاية وحطيت عليها شوية زيت. طبعا بقى ايه، بنحافظ على الزيت كده نقطة نقطة، بعد كده هنحطه بالقطارة يعني. وهنحمر البصلاية، يعني هديها تشويحتين كده اهوت. وبعد كده اهوت لو عندي بقى خضار، انا عندي بسلة مجففة، فقلت هاخد بسلة على جزر كده لسه مخرجاها من الفريزر. بتنفع الحاجات دي في وقت الزنقة. وهحطها على البصل واشوحها برضو تشويحتين كده اهو، لغاية ما تفك كده، ولغاية ما يعني احس ان هي قربت تدخل في السوا. على فكرة هي مش مسلوقة، هي نية، انا كنت بس مجففاها كده وحطها على طول في الفريزر. بعد كده هوت بقى هنا هبتدي بقى ايه، احط التوابل كده، علشان برضو التوابل لما بتنزل على البصلاية وتتحمر معاها بتدي ريحة حلوة قوي. حطيت كمون، وحطيت ده كركم. لا مش كركم، بهارات، وده فلفل اسود. يعني التوابل اللي انت بتحبيها حطيها، ما فيهاش مشكلة يعني. ده كركم بقى عشان يدي لون كده حلو للرز. التوابل انا كنت الاول بحطها في المية كده عادي بقى بعد ما احط الرز، لكن لقيت بصراحة ان هي ما بتتحمر بتدي ريحة حلوة قوي، بتدي تطعيمة كده للاكل. حطيت شوية كزبرة، عندك انت بقى شوية مستكة حطي، عندك اسمه ايه ده، جوز الطيب حطي. التوابل دي حلوة يعني ما فيهاش مشكلة. ورق رورو، ورق رولة حطي. هنا بقى حطيت كمان الملح اهو، وما بدأ ان هو يدخل في السوا حطيت الملح، وحطيت سنة قرفة، سنة صغيرة، و توم انا كنت برضو حطاه في الفريزر كده، فرماه وحطاه في الفريزر. كل الحاجات دي بتنفع والله، لان الواحد بيبقى جاي من مشوار تعبان فعايز الحاجة جاهزة. فبصراحة انا قلت ايه اللي جاهز قدامي بقى، قلت ايه، الرز ده اعمله كده رز بالخضار حلو. لاني ما كنتش قادرة بصراحة اعمل طبيخ لوحده ورز لوحده. لا لا، هو رز بالخضار كده على طول يبقى طعمه حلو وجميل. عايزة بقى تعملي جنبه شوية بطاطس محمرة براحتك، عايزة عندك بانيه جاهز تحمريه براحتك، اللي يعجبك بقى. آه فأنا قلت ناكله كده وتبقى ايه أكلة خفيفة كده. ده ورق الرورة برضه هحطه ياخد كده تحميرة. طبعا الأكل بيبقى طعمه جميل جميل بالبهارات وبالحاجات دي. ده ريحان اهو. وكان عندي شوية برضه قوش برضه حطيته. لغاية كده ما احس ان هو بدأ يدخلوا بقى يتدبلوا كده هوت، يتبلوا كده معايا. يعني بص كده التوابل بقى اتحمرت، وفي القعر بتاع الحلة كده بكحتها. حطيت بقى المية هخليها تاخد غلوة، وبعد كده هنزل الرز فيها. وانا بقلب كده ما تنسيش ايه، تاخدي القعر بتاعك كده، عشان القعر بتاع الحلة بيبقى لازق فيه التوابل اهي. بعد كده هحط بقى الرز. عايزة تستني المية تغلي ماشي، عايزة. انا كنت نقع الرز بصراحة، فمش هستنى بقى لما المية ايه
تغلي ممكن تحطيها، وممكن عايزة تستني المَيّة تغلي براحتك. بُصّي الرز كده مغسول ومنقوع، بقى الأكلة مش هتاخد منّي ثانية على البوتاجاز. صفّيت الرز أهو، بُصّي الرز المصري لازم يتنقع كده علشان الحبّاية تنفش، وما تاخدش سِوَى كتيرة معاكِ على النار. يعني وبيبقى نفس الوقت استغلال وقت، يعني تغسليه وتركنيه وبعد كده أهوّة إيه، تسقطيه. هنا أهي الأكل المَيّة غليت خلاص، لمّا بتغلي برضه كده بتنزل طعم الأكل في المَيّة، فتحسيها إنها بقت شوربة يعني، فبيدّي طعم حلو. يعني هنا بقى ولا شوربة لحمة ولا شوربة فراخ ولا حتى مرقة دجاج من اللي الواحد بيسمعه بصراحة، ما بقيتش أحب أحطها في الأكل. أهو كده أهو، وهاسيبه بقى يستوي زي الرز العادي، وكده أكلتي خلصت أهي، ومش هياخد وقت خالص أهو، بقى طعمه جميل وحلو، وكل واحد ياخد طبقه كده وخلاص على كده. آه والله، يا ريت تجربوه، أنا على فكرة عجبهم أوي وقالوا لي طعمه جميل. اهم. أنا غرفت كده شوية قُلت أدوقه بقى كده قبل ما حد يتكلم بقى وكده ويعيّبوا علينا بقى أنتم عارفين بقى، فهادوقه كده هو ريحته حلوة أوي، هُم شموا ريحته وقالوا لي حلو أوي، فهادوق بقى كده وأشوف الخضار استوى فيه والّا لأ. أهو كلتها كان طعمها خرافة والله جميل أوي، يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم عمل إيه، وهاشوفكم بقى في فيديو جديد وأكلة جديدة، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة